في ناد لا يعترف إلا بالعظماء، حيث تقاس القيمة بعدد الليالي الأوروبية، ظهر شاب نحيل من زغرب ليعيد تشكيله وسط ريال مدريد. قيل إنه لن يصمد، وإنه لن يناسب صخب سانتياغو برنابيو، لكنه لم يصمد فقط، بل كتب اسمه بتاريخ النادي بحروف لا تبهت. لوكا مودريتش ليس مجرد لاعب، بل رواية مجد تمتد لمدة 13 عاما، رواية مجد مليئة بالإصرار والإبداع والبطولات التي لا تحصى. وفي هذا الفيديو سنروي لك قصة لوكا مودريتش من البداية إلى النهاية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتنا. رحلة المجد من الشك إلى الخلود. منذ انضمام لوكا مودريتش إلى ريال مدريد صيف 2012 لم يكن اسمه حينها ضمن النجوم الذين يحتفون بهم جماهير البرنابيو، بل إنه في موسمه الأول وصف بأسوأ صفقة في الليغا، لكن سرعان ما انقلبت الطاولة. منذ أول لمسة وأول تمريرة قطعت خطوط الدفاع، فهمت جماهير البرنابيو إن هناك شيئا يولد في خط الوسط. وبالفعل خلال فترة عقد ونصف من الزمن تحول لوكا مودريتش إلى أحد أعمدة الحقبة الذهبية لريال مدريد. العبقري الصامت تأثيره لا يقاس بالأهداف فقط. في عصر هيمنت فيه الأرقام على كل شيء كان لوكا مودريتش هو الاستثناء. لا يسجل لكنه يصنع كل شيء. تمريراته الحاسمة، رؤيته الخيالية، تحكمه الإيقاعي بنسق المباراة جعله القلب النابض لكل إنجاز حققه ريال مدريد في السنوات الذهبية. تجلى كل ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 عندما قدم أجمل مباريات خط الوسط. وتجلى ذلك أيضا في عام 2022 حين قاد ريال مدريد بلحظة ساحرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وهو في سن 37 من عمره. ملك البطولات والأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد بالأرقام والحقائق. حقق لوكا مودريتش 6 لقب دوري أبطال أوروبا، 6 كأس العالم للأندية، 5 كأس السوبر الأوروبي، 5 كأس السوبر الإسباني، 4 الدوري الإسباني، 2 كأس ملك إسباني. بذلك يكون مجموع ما حققه لوكا مودريتش رفقة ريال مدريد 28 لقب، متجاوزا بذلك أساطير لعبت للنادي أمثال سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو. في وقت أصبحت فيه كرة القدم مهنة تقاس بالأموال والعقود الضخمة، اختار لوكا مودريتش أن يكون استثنائيا. رفض عروضا هائلة من أندية إنجليزية وسعودية ليستمر داخل القلعة البيضاء. وصل لعب حتى عامه 40 بنفس الروح ونفس الانتماء ونفس الشغف، مما جعله أحد أكثر اللاعبين احتراما وعشقا وحبا من قبل جماهير الملكي. جماهير الملكي اليوم حزينة على توديع الأمير لوكا مودريتش. الأساطير لا تقارن بل تخلد. لوكا مودريتش ليس مجرد لاعب خط وسط عادي، بل هو قصة حب بينه وبين ريال مدريد كتب فصولها بالعرق والدموع والبطولات. اقترب يوم الرحيل عن الميدان، ولكنه اسمه سيبقى محفورا في البرنابيو، وسيبقى محفورا في قلوب كل من عشق هذا النادي. لوكا مودريتش من شخص منسي إلى رمز خالد. هكذا تكتب الأساطير. شكرا. لوكا.